معانا قصتنا اليوم وإن شاء الله أنها تنال إعجابكم. قصة المثل الشهير اللي يقول لا سلم العود الحال يعود. هذا المثل له قصة فنانة وإن شاء الله أنها تعجبكم. يقول لك يا أبو الحبيب هذا رجال طال عمركم في ديرة الحالة، خلا بغير ورعانه وحرمته وحلاله ويا ربي لك الحمد ماشي أموره. ويوم من الأيام يجيه ضيوف من ثلاثة يجي. المهم سلام وسلم الله يا مرحبا حياكم الله. المهم والله ويقلطهم وحياكم الله ومرحبا ويكرمهم ويعشيهم العشاء الدسم اللي يستاهل شواربهم. المهم بعد العشاء قام لك يحرفت في النار بيزبط الدله للضيوف بعد العشاء. المهم هو عند النار ويتوحى واحد من الضيوف يقول له يعاين فيه يعلم خوياه اللي معه. قال والله يا الرجال هذا ان ما ظنيت ان مر عليه من صواديف الايام شيء، مبسوط ومرتاح والحلال عنه عند البيت ما شاء الله تبارك الله عليه يا كثره سبحان الله ربك يعطي. المهم اوحاهم الرجال. المهم يوم جاب القهوه يمهم صب لهم القهوه قال اوحيت لي علما اولا لكن ابى كل واحد منكم يقص علي مما صار عليه في الدنيا هذه واعلمكم بسالفتي واعلمكم بقصتي اللي صارت علي. مثل ما يقول لا تغرك الضحك انا كل احزان، نفسها. المهم قال الاول والله يوم من الايام اني طبحت في هاك الغار وبدي كيف. المهم وجاني هاك الداب اليهود كبروا وقعد يفح علي وبغى يذبحني. المهم ما طلعت غير وانا اخر نفس بغيت اموت، بغى يقضي علي. الثاني قال والله يا هاك اليوم طحت من فوق صنقه زي كذا وتشنقلت. المهم وقعدت متعلق لين امس الليل بغيت اموت. ثم جاني واحد بعدين فكني نزلني. المهم من الكلام هذا كل واحد يقص على مما صار عليه. قال هيا اسمعوا سالفتي. قال سنة من السنين طال عمركم كنت في الديرة الفلانية وعندي 3 عيال غير العيال هذول اللي تشوفونهم وعندي حلال الحمد لله. المهم هاك اليوم يوم أصبحت ولا القربة حقت الماء مغلقة وحنا معنا دهر. المهم والله واروح خابر لي يدحون ورانا هناك مسافة نص نهار. قلت باخذ القربة بروح أعبيها وبجي. أصغر عيالي عمره يمكن شهرين واللي فرعه حول 15 سنة واللي فرعه حول 18 مدري 17 اجرى يميد يقطع اجراد مثل ما يقولون. المهم والله واروح انا وهناك اخذ الورع الصغير هذا معي احطه في الخرج حق الرحول واروح انا وهناك لين والله وصلت المحل اللي فيها الماء. عاد الماء في دحول، الدحول وشان الدحول شقيق محفور في الارض لين اسفل وفيه ماء، فيه رشاح ماء وياخذون منه ماء دهر. المهم والله يقول البق الرحول طال عمركم واخذ قربتي وجهك محول يمة الشقيق هذا لين حولت اسفل واعبي القربه وجهك مصدر ظاهر. هم يوم ظهر عاد تعرفون وشوش تظنها كثيره ما ادري. المهم ما هو بالحيل مغبريه رايحه مغبريه من يوم ظهر من الدحل الا تشوف الرحول كانت طع مفجعت. وش البلوى هذا اللي ظهر له من جوف الارض. المهم مفجعت الرحول كانت تغير. اطرد الورع في الخرج لا اله الا الله. اطرد حط نفسك في الموقف هذا ورعك روح وانت تسعى كيف يكون شعورياتك مشكله واجد. المهم اطرد راح ما عاد يشوف غير بغرها اطليس رابط يقولونها قال يلا تعوضنا. كان يرد على دربها وياخذ القربه ويشرب معاد من الماء اللي هذا ويعود يمة البيت حقه. هنا وهناك قال والله ما وصل غير تالي ليل يوم وصل بيته. يوم أقبل البيت المهم الرجال يقول يوم أقبلت عند البيت عاين الوضع ما هو مزبوط، حلال ما في ولا شيء ولا راس، الدنيا ما هي مزبوطة، النار ما هي مشبوبة زي ما أنا خابرها الحرمة من أول من مغرب طع في النار. يوم خشيت البيت المهم ألا والله عاين 2 من عيالي مبعجين موتى والحرمة مكتفة في عمود البيت. يا فار الخير فك الحرمة العلم وشنو. قال والله قوم سرحوا على أنا اليوم بعد ما مشيت أظن أثرهم يراقبونه وخابرينه خلوا لين نروح كان يعودون. المهم أخذوا الحلال حقي هذا كله وراح. المهم وعاين وأنه والله ما عاد قدامي ولا بعدي. المهم هنا وهناك مع الأيام ونمشي ويا ربي لك الحمد يقول على قضاء الله وقدره. عاينت يقول في الحرمة قلت لها لا سلم العود الحال يعود الحمد لله حنا متعافين يا ربي لك الحمد. دول الورعان هذولي نزيد نزغل لغيرهم ما هي مشكلة ولا الحلال بيرزقنا الله منه. وكما تجاهدون يقول يا الربع
عانوا ورعان عندي يا ربي لك الحمد 4 عيال، وعانوا الحلال كما تشوفون ما شاء الله تبارك الله، أكثر من الحلال اللي راح الأول. وهذا هو المثل، لا سلم العود الحال يعود. يا ربي لك الحمد يا أصدقاء البرنامج، دايم يا أحباني يمر علينا ويحصل علينا من صواديف الأيام، لكن تأكد ما دام أنك طيب ومتعافي كل شيء يتعوض الحمد لله. وتأكد يا صديق البرنامج أن كل شيء يعني خيره لك، ربي رايد أن هذا الحلال يروح وربي بيعوضه أحسن من الحلال الأول، والعيال هذول يروحون وجاب له ربي عيال أزين من العيال الأولين. كل شيء خيره، تأكد أن لو في خير ربي ما خلاه لك. أي شيء يحصل لك في الدنيا هذه يا صديق البرنامج، مثلا أي حاجة تعكس عليك، أي حاجة تنصفك عنك، تأكد أن ربي رايد لك أن هذا الشيء أنه ما يجيك، وبيعوضك الله أحسن منه. يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إن مع العسر يسرا، ما عسر إلا بعده يسر، وما ضيق إلا بعده فرج. خلوا أملكم بالله قوي، والله يسعدكم ويحفظكم وجعلنا وجعلكم ما تشوفون شر. وهذه كانت قصتنا، وإن شاء الله أنها تنال على إعجابكم. الله يحفظكم من كل شر وكان.